السلام عليكم واهلا بكم معايا وفيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض تورتاية التفاؤل. انا بسميها تورتاية التفاؤل علشان هي كلها فراشات وهادية وسيمبل، وكمان تزيينها بسيط وسهل. يا رب يعجبكم ان شاء الله. يلا بينا على طول نبتدي في الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل التورتاية الحلوة دي ازاي مع بعض. بس الاول اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوش تعملوا لايك للتورتايه الحلوه دي، ويلا بينا على طول نبتدي الفيديو بتاعنا. بنبتدي نرص الطبقات بتاعة الكيك، وأول حاجة بحطها على الكيك وهي صوص الكراميل. بيبقى حلو جدا وبيدي الكيك طعم حلو جدا. بفرد عليه طبقة من الكريمة وبحط عليها صوص فراولة. صوص الفراولة هو كمان بيليق جدا مع الكيك وبيديلها طعم حلو. بحشيها بقى كل الحشوات اللي انا عايزاها وبخلص الطبقات بتاعة الكيك. بعد كده ببتدي اغلفها كلها بطبقة من الكريمة، وهي بسميها طبقة حبس الفتافيت. انا لما بجلس الكريمة علشان تطلع معايا مظبوطة وفيها لمعة حلوة زي اللي بنشوفها جاهزة، بعملها مرتين. بجلس اول مرة وهي طبقة حبس الفتافيت وبدخلها التلاجة. بعد كده لما بتخرج ببتدي ان انا اغلفها بالتغليف التاني بتاع الكريمة وبظبطها بقى بالسكرابر. وبيبقى فيها اللمعة الحلوة اللي انتوا هتشوفوها دي. فأهم حاجة تجليس التورتاية. معلش الخطوة دي هتاخد منك وقت ومجهود، بس هتطلع في النهاية حلوة جدا. ببتدي اجهز التزيين اللي هعمله على التورتايه. انا لما بيطلب مني تورتايه دايما بحب اميز صاحب عيد الميلاد بتورتايه تكون خاصه به هو لوحده ومعموله علشانه. فدايما تلاقوني كل تورتايه مختلفه عن التانية. ما بعملش ابدا تزيين تورتايه يكون شبه التاني، لازم يكون في حاجه مختلفه. فدايما خلي شغلك مميز وما تخليش شغلك حاجه واحده، خلي فيه تغيير وتجديد دايما في الاوردرات بتاعتك علشان تبقي مميزه وشغلك كله مميز. دي طبرات انا طبعتها، عجبتني قوي شكل البنوتة اللي كلها تفاؤل وحواليها فراشات، فطبعت كمان فراشات من نفس الالوان بتاعة البنوتة علشان تكون لايقة معاها. قصيت بقى كمية حلوة جدا من الفراشات علشان تكون جاهزة معايا. طبعا اخدت وقت كبير جدا، ولكن انا قصيتها بكل حماس علشان عايزة اشوف التورتاية اللي انا رسمتها في خيالي دي شكلها هيبقى ايه في النهاية. طبعا عملت منها احجام كبير وصغير علشان وانا بزين التورتايه بحتاج احجام منها. دي التوبر بتاع البنوته، دي الشاليموهات اللي هي بتبقى من الورق، بتبقى حلوه جدا في التزيين. ثبتها عليها بمسدس الشمع بالشكل ده علشان اقدر ان انا اثبتها على التورتايه بكل سهوله. كده خلاص جهزنا كل حاجة للتزيين بتاع التورتاية. ببتدي اطلع التورتاية بتاعتي من التلاجة واجلسها التجليس النهائي للتورتاية. لازم التورتاية تدخليها التلاجة بعد التجليس الأولاني بتاع حبس الفتافيت. لازم تسيبيها في التلاجة لو على الأقل ساعة علشان تمسك وتقدري تشتغلي في الخطوة اللي بعد كده وهي التجليس النهائي للتورتاية علشان تطلع معاكي مظبوطة ومفيهاش أي فتافيت من الكيك تكون باينة وظاهرة على وش الكيكة. بعد كده ببتدي ان انا كل شويه اغسل السكرابر بتاعتي بالميه علشان تطلع معايا ممسوحه وفيها لمعه حلوه وكمان تكون مظبوطه معايا. بتصبري على الخطوه دي شويه علشان التورتايه بتاعتك دي اهم خطوه في التورتايه، ان انت تجلسي التورتايه وتطلع مظبوطه علشان دي اللي هتظبط الشغل وهتظهر معاكي اي تزيين هتحطيه على التورتايه بعد كده. بنبتدي بقى في فقرة تزيين الكيك، وهي أكتر فقرة بحبها جدا في التزيين علشان ببقى كل حماس أشوف التورتاية اللي أنا رسمتها في خيالي هتطلع في النهاية عاملة إزاي. ببتدي أحط التوبر بتاع البنوتة وأجهز بقى الفراشات علشان أرصها على التورتاية. طبعا بنشوف الأماكن اللي محتاجة تزيين إيه، الأماكن اللي محتاجة فراشات إيه. أحط بقى فراشاية كبيرة فراشاية صغيرة، يعني بيبقى ليكي نظرة كده وانت شغالة التزيين المظبوط للتورتاية عامل ازاي. شايفين اللمعة بتاعة التورتاية دي اللي بقول لكم عليها. وانتي بتجلسي التورتاية بتصبري على الخطوة دي كويس جدا علشان في النهاية تطلع شغلك وتطلع التورتاية بتاعتك مظبوطة وشكلها حلو جدا ومميز جدا، ودي اللي هتظهر معاكي جمال التزيين بتاعك.
فخلي دايما وقت التفنيش بتاعك ياخد الوقت الكافي علشان التورتايه في النهايه تطلع مظبوطه، لان العميل بيحب دايما الطعم البيتي الحلو، وفي نفس الوقت بيحب يكون جايب الحاجه من مكان راقي وشيك. فخليكي دايما مميزه وتزيينك يكون فعلا راقي وشيك وزي احسن محل حلواني. وزي ما انتم شايفين حطيت عليها الفراشات بالشكل ده، وشفت الاماكن اللي محتاجه فراشات كبيره فراشات صغيره، زي ما قلت لكم بيبقى ليكي نظره كده وانت شغاله. فده الشكل اللي طلع معايا في النهايه. كمان هحط عليها سبرينكلز من اللون الازرق واللون البينك، ده شكل حلو جدا ومميز جدا. اخر حاجة بقى بعمل عليها من الجوانب كده كلها روزيتات بالكريمة بالشكل ده، عشان اقفل التورتاية بتاعتي من تحت وتكون مظبوطة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وده الشكل النهائي للتورتاية بتاعتنا. تورتاية كلها تفاؤل وكلها حياة وكلها فراشات. يا رب تكون عجبتكم زي ما عجبت العميل وانبهروا بيها وقالوا لي جميلة جدا، وكمان طعمها كان جميل جدا ومميز جدا. فيا رب تكون عجبتكم ويا رب الفيديو يكون عجبكم. استنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير. واتمنى كمان القناة تكون عجبتكم وتكونوا اشتركتوا في القناة. لو لسه مش مشتركين يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوش تعملوا لي لايك للتورتايه الحلوة دي، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير. شكرا لكم ومع السلامة.